الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فبعد أن بين المؤلف ما يتعلق بمنع التسمي التعبيد لغير الله، يبين في الباب الذي يليه شأن أسماء الله الحسنى والدعاء بها، وهذا من التوحيد. نعم. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فلا سبيل لمعرفتها إلا بالوحي. فما أخبر الله به عن نفسه أو ما أتى في صحيح السنة عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي نحن ندعو الله به. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في الأسماء الميل، ولذلك سمي القبر لحد. فالإلحاد الميل، أي مال بها عن معناها الصحيح وحرفها، فألحدوا في ذلك. نعم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. وهذا هو وجه من وجوه التحريف. سموا اللات وسموا العزى، يقصدون بها أن هذا من الإله وهذا من العزيز، وهذا غير صحيح. اللات للرجل الذي كان يلت السويق للحجاج، فهذا وصفه. فأتوا عند قبره فعكفوا فدعوا فشيدوا على ذلك صنم، فيدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها ما ليس منها. وهذا واقع من بعض الناس، سواء بتحريفها أو بتأويلها أو بتعطيلها. فالأسماء والصفات توحيد، كما أن الربوبية توحيد، كما أن الألوهية توحيد. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تخرج عن شيء من هذا. نعم. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. الله هو السلام. إذا فرغنا الآن، لما فرغنا من صلاتنا، ماذا قلنا؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالله هو السلام واسمه السلام، فكيف نقول السلام على الله؟ هو السلام، السلام على الله، الله هو السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فلا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وهذا من الإلحاد في الأسماء، أن يقال السلام على الله، فالله هو السلام، فأنت تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فلا يدخلون فيها ما ليس منها. فمن هذا الذي يقول السلام على الله؟ نعم، هذا من الغلط. فصلح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلة في ذلك، وهذا تعليمهم بالتحية الصحيحة التي تصلح لله، التحية الصحيحة التي تصلح لله عز وجل، فنبههم حتى لا يمينوا على الألفاظ الصحيحة.
فيقع في الممنوع. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المأسلة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله